كفايه بس اللي ربنا يكرمك انت الدينامو بتاع الجمعيه، ان الواحد كل ما يبعد ربنا يكرمكم بتشجعوه بترجعوه لباب الخير. يعني هو ده الواحد يمكن انت انا ما حتى بتبعدش يا دكتور احمد. ايه ما لا لا بتبعدش ما شاء الله يعني ربنا يبارك فيك يا احمد. يعني ايام جميله اصلا، كنا بننزل القريه، كان يوم الجمعه غالبا أنا يعني. لسه والله لغايه دلوقتي بشوف البرومو بتاع اللي كنا عاملينه زمان، ايوه، بقول ما شاء الله الشغل الاحترافي عزبة بتاع التصوير ده. عزبة بس سليم فعلا خالص. كل عمل بيبدا صغير فعلا بشوف فعلا القوافل والناس ودار المسنين والقرى كانت ربنا يجعلها خالصه لوجه الله، كانت حاجه يا جميله رب يبارك خالص. فيك يا رمز الحسنات يا دكتور احمد. من هنا جت فكره بقى ان احنا يبقى لينا مأوى. اكيد يعني ايه بقى يبقى لينا مأوى؟ احنا عملنا ايه يعني؟ ما احنا كان نفسنا في العيادات، مم. صح لسه خريجين، الجيوب فاضيه والدنيا ما فيش خالص. ايوه. فسبحان الله يعني لما كان الدكتور بيتكلم انه واثق ان ربنا هيكرمنا. فالدكتور هياخد مثلا، ممكن ياخد منه من 15 دي، ممكن ياخد بتاع كام؟ ما تطلعش الاسرار. بلاش نكمل الاخر. ازاي قدرت تقنع الاطباء يجي يروح الحياه في الوضع ده؟ بفضل الله اعتقد ان اصبحت ما شاء الله يعني فروعنا في كل حته، وربنا يكرمك شمال حتى ملففني وراك المحافظه يعني. كنا بنفتح فرع. ده دكتور احمد عايزين نقوم الفرع ده، دكتور احمد يجي يدينا يوم انا بفضل الله يومين اذكر هناك. ان طيب دكتور احمد، احنا دلوقتي اللهم لك الحمد بعد 13 سنه بقى، وعندنا الحمد لله اكتر من 5 فروع، عندنا مستشفى للاطفال. وحضرتك كنت تتوقع في البدايه خالص ان احنا ممكن نبقى قاعدين نقول الكلام ده دلوقتي؟ لا بصراحه لا، بفضل ربنا يعني احنا ما الواحد دايما بيبدا صغير، وما تلاقي ربنا بيفتح لك ابواب الخير تلاقي عشمك في ربنا بيزيد ورجائك في ربنا بيزيد سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست قصص ملهمة. قصص ملهمة، وبالتحديد قصة جمعية روح الحياة. النهاردة احنا قاعدين من فضل ربنا علينا بنسجل الحلقة دي بعد 13 سنة. بعد 13 سنة، كل سنة لها حكايتها، وكل يوم له حكايته، وكل يعني وقت عدى علينا في خلال ال 13 سنة في جمعية روح الحياة قصص عطاء يعني لا تنتهي. من أهم قصص العطاء في جمعية روح الحياة، وواحد هو حياته كلها أصلا عطاء، حياته مش ليه، حياته دايما لغيره. معانا واحد من مؤسسين جمعية روح الحياة، ومش أي مؤسسين، ده ما فيش حد عدى على جمعية روح الحياة ما كانش ليه فضل ويد عليه. معانا مفاجأة النهاردة، أستاذنا ومعلمنا أخويا الكبير، الأستاذ الدكتور أحمد يحيى إسماعيل، أستاذ مساعد البطنة والأمراض الروماتيزمية والمناعة، كلية طب جامعة بني سويف. وزي ما قلنا أهم أحد مؤسسين جمعية روح الحياة. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا حبيبي، ربنا يكرمك. الله يحفظك. انت قلت كلام كبير يعني الواحد ما يستحقوش، ولو بتقول احنا حد تستحق أكتر من كده يا اسس، دكتور لا أحمد والله. لا يا الله انا اقولها فعلا بفضل ربنا، ان لو الواحد ادى في روح الحياه ايراد، روح الحياه ادت الواحد كتير. كفايه بس اللي ربنا يكرمك انت الدينامو بتاع الجمعيه، ان الواحد الله يحفظك. كل ما يبعد ربنا يكرمكم بتشجعوه بترجعوه لباب الخير. يعني هو ده الواحد يمكن انا أنت ما حد بتبعدش يا دكتور أحمد. ايه ما لا بتبعدش ما شاء الله يعني ربنا يبارك فيك ويحفظك. لا انا روح الحياه بالنسبه لي لا حاجه تاني. انا والله في بعض المرضى بيجوا لي في روح الحياه، ولاقيه ممكن بقى يجي لي عياده الخاص، اقول له يا ابني والله انا بقول له كده، والله روح الحياه انضف من عيادتي لا لا واحسن لا، من عيادتي. لا كده فعلا. كده تحرق لنا الحلقة، لسه اه لسه ما جيناش عند الحتة اه دي، لا انا بقول عايزين لك نبدأ بقى من الأول. لا، فروح الحياه دي بالنسبه لي يعني حب لا ينتهي يعني، الله. وفعلا ربنا يكرمكم على جهودكم فيها يعني. ربنا يبارك فيك يا دكتور احمد ويحفظك، الله وفعلا والله يعني حضرتك ليك فضل علينا كلنا، يعني ربنا لا، يبارك فيك فضل ويحفظك. من ربنا سبحانه وتعالى. الله يحفظك يا دكتور احمد. طيب دكتور احمد بقى، يعني اكيد كل الناس عايزه تعرف بدايه الحكايه، وبدايه حكايه دكتور احمد مع روح الحياه. تمام احنا نبدا مع بعض بس مع مراعاه الزهايمر نص تلات ارباع الاحداث مش دي هنفتكرها. مشكله. انا برضه حتى بعمل مع زوجتي كما تقول لي بعض الاحداث وبتاع بقى
بقول لها يعني بمشي معاها ان لا انا احنا بفتكر. احنا هنراعي النقطه دي، وخلي بالكم دكتور احمد اول ما حفظ اسمي اصلا خدت وقت كبير جدا، كل ما اقابله اسلم عليه "ده دكتور احمد". انت مين؟ لا دي مدحت يا مشكله. دكتور احمد كنت معاك. انا دايما والله فما ببعت اسماء الناس على الجروبات، احنا خرجنا عن السياق بس ايه، الاقي كاتب مثلا دكتور فلان الفلاني، تخصصه والتخصص الدقيق بيبا او الفشل ومش عارف وجامعه ولا بكتب كل حاجه. وفي الاخر تبص هو مين ده؟ اكيد يعني. فمره بعت واحد لواحد ببعت له اسمه دكتور، بيقول لي انت بعت لي انت شغال في السجل. فايه خلينا مع بعض على حكم السن كده. ماشي. الله المستعان. لا وربنا يبارك فيه ويحفظه ويجزيه عنا كل خير، ان ربنا من علينا ان انا كنت مع دكتور شريف طه من اولى كليه لحد يعني الان، ربنا يديم بينا الود مع تقصير الواحد يعني. ربنا يحفظكم. فهو ربنا يكرمه، كان لما بدأ هو كان محب جدا للتعليم، امم. فبدأت الفكره برابطه اطباء الامتياز. امم. سبحان الله كنا احنا لسه صغيرين ومخلصين، بس الواحد سبحان الله انا حتى لسه كنت اقولها للشباب، التعود دايما ان المليان يكب على الفاضي. امم. يعني انا لو معايا بق كده واللي جنبي معهوش اديله البق اللي معايا ده. كنتوا كام سنه كده يا دكتور احمد ساعتها؟ احنا كنا لسه صغننين خالص يعني، لسه متخرجين من قريب. 25 مثلا، 25 سنه. انا دلوقتي امال انا كام دلوقتي؟ ما تهزرش. دلوقتي انت كده هتجيب سن اكيد الحقيقي دلوقتي كده. 26 بس. فصحيح كنا لسه صغيرين، بس ربنا يكرمه دكتور شريف لما بدأ رابطة أطباء الامتياز، مم. كان مسمى جديد، ما كانش في حاجة اسمها الكلام ده، كله بيهتم بقى رابطة أطباء كذا وكذا، اللي روابط التخصصية اللي بتجيب شركات الأدوية والكلام ده. لكن بفضل ان ده كان عمل تطوعي. أطباء الامتياز فئة كانت مهمشة. مم. مشكلة طبيب الامتياز هو النهارده دكتور امتياز بيتدرب، بعد ما يخلص الامتياز كده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بيتحول إلى السيد رئيس الوحدة. يعني انا بقول دايما لدكاتره الامتياز، الحمد لله ربنا من علينا ماسك التعليم الطبي المستمر اطباء الامتياز عندنا في الجامعه، ما شاء الله. بقول له انت اهم مني. ربنا ينفع بحضرتك دايما يا دكتور. اللهم امين. فبقول له انت اهم مني ليه؟ لان انت في الوحده ممكن يكشف بطنه واطفال ونساء وجراحه ومش ولو حب يكشف بطنه يكشف كل حاجه، يكشف كل حاجه. لكن انا بشتغل في الحته الدقيقه بتاعتي بس. مم. انت في الوحده بتشوف عدد دكاتره، عدد مرضى اكتر مني بكتير. فعملت رابطه اطباء الامتياز. فئه مهمشه فعلا مش تمام. واخده حقها. تمام. وما شاء الله كان بدأت بقى كورسات الطوارئ والعيادات الخارجية ومن شغلنا كان في كبسولات في شغل العيادات والحاجات دي كان فبفضل الله كان لها أثر طيب. الكبسوله قديمه، فكره الكبسوله قديمه كده. فالحمد لله كانت بدأت الرابطة ويعني أحسن من إن كان لها أثر طيب في الأجيال اللي كانت موجودة في الوقت ده. تمام. فدي كانت البداية. لكن بعد كده بقى طب احنا ده خدمة للأطباء، طب مفيش حاجة تاني بقى، بدأت القوافل. مم. القوافل بقى لخدمة المرضى والوصول ليهم أو كده. القوافل الطبيه اللي هي كانت بقى في القرى وكده. مم. لكن إلى الآن احنا بلا مأوى. ايوه. بنروح للناس. كنا بننزل للقريه، وانا فاكر بقى حضرتك ما شاء الله كنت بتحشد لنا دكاتره الجامعه كلهم. ربنا يحفظهم، في ربنا ناس يبارك كتير فيك. بتحب التطوع. كان يعني ايام جميله اصلا. كنا بننزل القريه، كان يوم الجمعه غالبا أنا يعني. لسه والله لغايه دلوقتي بشوف البرومو بتاع اللي كنا عاملينه زمان ايوه. قبل ما شاء الله الشغل الاحترافي بتاع التصوير ده. عزبة بس سليم فعلا خالص. كل عمل بيبدأ صغير فعلا بشوف فعلا القوافل والناس ودار المسنين والقرى كانت ربنا يجعلها خالصة لوجه الله، كانت حاجة جميلة ربنا خالص. يبارك فيك يا ميزان حسنات يا دكتور. وبعد كده يا دكتور احمد يعني احنا الفتره اللي هي بقى بتاعه القوافل الطبيه كنا بننزل للقوافل أيوة. اللي خدمه الناس في القريه. كان متهيألي كان معانا صيدليه مجانيه. حضرتك فاكر الصيدليه؟ الصيدليه المجانيه اي. آه. ربنا يا رب يبارك فيها بقى والدتي، ربنا يجزاها كل دكتور خير. احلام ربنا يحفظها دكتورة ويبارك احلام فيها. ربنا يحفظها. احنا الفكره بدات واحنا لسه كده نواب، طب العيانين ما بيلاقوش العلاج كله في المستشفى الحكومي، فقدمنا طلب والاساتذه دعموه وقدمناه في اداره المستشفى، عملنا المستشفى الصيدليه المجانيه. كنا بنجمع اي ادويه عينات بتيجي من الناس وهكذا، وسبحان الله كانت بتخدم قطاع كبير وبتخدم في القوافل والكلام ده. ففضل كان من ربنا سبحانه وتعالى بقى فكانت باب كويس قوي، حتى ما انا اذكر الوالده كانت بتطلع معانا في القوافل وكذا. ايوه ربنا يحفظها ويبارك ربنا فيها. يا رب والله ليها يبارك في جهد عمرها. ومجهود كبير. ربنا انا يحفظها ارسل لها ويبارك فيها. دعواتي من هنا يعني، ربنا يبارك في عمرها يا رب ويجزيها خير ويبارك في والدتك يعني الله يا رب، يحفظك. الله امهاتنا يحفظك جميعا. دكتور. الله يحفظك. نعم. طيب. وخلي بالك برضه انا ما انساش دلوقتي ما شاء الله روح الحياه ما بتنساش امهاتنا. ايوه. ده في نادي ربيع القلب، نادي ربيع القلب. والله فكره ابداعيه رهيبه. سبحان الله. انا ببقى مبسوط، حتى انا يمكن من الاسرار اللي عايز اقولها ان اغلب محاضراتي اللي انا منزلها توعيه طبيه مسجلها مع امهاتنا في نادي ربيع القلب. والله. والله ما شاء الله يعني بيفتحوا معايا كلام فسبحان الله دي من الافكار اللي انا ما شفتهاش الا في روح الحياه.
كلام ما فيش، بس ان اهتمام بامهاتنا ان هم بدل ما قاعدين بيضيعوا وقت يسهروا مع بعض ومش عارف ايه، وما شاء الله الواحد شايف اقبالهم اكتر من ناس كتير وانتظامهم. ما شاء الله. لما باجي ادي المحاضره بيمضوني الاسم والتاريخ والعنوان ما المحاضره تعرفش وبتاع، تعدي منهم. شغل عالي بصراحه، ربنا يبارك ربنا فيهم، يحفظهم يا رب. وربنا يحفظ امهاتنا يا رب. اللهم امين، اللهم امين. طيب دكتور احمد، يبقى احنا كده بدانا حضرتك قلت رابطه اطباء الامتياز، وبعد كده بقى قوافل، وبعد كده بقى الجمعيه وصلت لفين؟ هي طبعا جمعيه روح الحياه. انا اذكر كده حتى الدكتور شريف كان حريص على الاسم لازم يكون له هدف. خلاص، فسبحان الله كان المستقى من قوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، لان هي قصه ان لازم كل شيء يكون مرده الى الوحي. يعني الاسم اصلا مرتبط بالوحي. ما هو روح الحياه هو القران. تمام. ناس كتير بتفتكرنا بنسميه روح الحياه، الحياه وروح الحياه وامان الحياه وكل الحاجات اللي فيها حياه، وفرح الحياه وورد الحياه وجميل الحياه. عشان احنا بقى في الطب فشغالين في الحياه. وكذلك اوحينا لك روحا من امرنا. الحياه بدون الوحي سراب ميت. مفاجاه، دي مفاجاه لناس كتير بتسمعنا دلوقتي. يعني الاسم اصلا مقصود بيه روح الحياه ده القران اصلا. لان هو اصلا احنا رسالتنا ان العمران في خدمه الايمان. هو ده الاصل. دايما حتى بنأكد في المعهد، ربنا يكرمه دكتور شفيق، أكد على ان في 3 مركزيات. مركزيه الاخره، مركزيه الوحي، مركزيه التوحيد. هم دول. ومعلش، ايه اللي هيخلي طبيب ينزل مثلا من عيادته اللي كشفه فيها اعلى ينزل في روح الحياه اللي هي تعتبر منافسه ليه في عيادته، الا اذا كان مراده وجه الله سبحانه وتعالى وبيحتسب الاجر في الاخره. ده معنى الاحتساب، ان انا احتسب حسابي عند ربنا في الاخره، وان هو مراده خدمه الوحي. دي النقطه المركزيه، دي النقطه الاساسيه. انا فاكر برضه تشوف كان بيقول لنا حته ان احنا يبقى الانسان المسلم ده هو مش في الجامع بس، ده هو بيخدم الناس في كل مكان. اكيد. ده الاساس. بل احنا اللي بنتكلم بقى في خدمه الناس وفي بحث علمي وفي كذا وفي كذا، احنا اصلا اساس الحياه بفضل الله. بفضل الله، روح الحياه. طيب بس روح الحياه ملهاش مأوى. ملهاش مأوى ازاي؟ ما احنا بقى بنطلع للناس ونروح ونيجي وبتاع، فبدأنا بقى من هنا عايزين يبقى لينا مأوى. اتعملت الجمعيه ومقر الجمعيه، بس احنا عايزين يبقى لينا عملنا الطبي. برضه القوافل ابو بلاش كتر منه بقى، والناس كانت بتيجي اللي عايز خدمه واللي مش عايز خدمه. دي الآفة المشكله. كنا بنستهلك الاطباء وفي الاخر ما ودي يمكن من نقط بصراحه انا بتحفظ عليها شويه في القوافل، ممكن الناس تختلف معايا، بس دي وجهه نظر ان فعلا بيجي المستحق وغير المستحق. واحنا جربنا لما عملنا القوافل عندنا في عياداتنا، الاتوبيس يجيب الناس مش هيجي لك من بلده ايوه دي فرقت جدا بعد كده الا المستحق. صح. كان اذكر في مره في قافله لما كان معانا ادويه، فعيل كشف وطلع عنده ديدان، فتعرف ان عنده ديدان، دواء الديدان موجود. كل العيال بعد كده عندي ديدان، عندي امهاتهم يجي ياخد ازازه الديدان ويمشي. كان بيجي حد في الصيدليه عايز مضاد حيوي. طب ايه اي مضاد حيوي. فهي القصه لا، ان فعلا القافله لما كانت بتتعمل في العيادات بنجيب الباص ونتعمل استكشاف بيجي لك وكمان انا في عيادتي اقدر اخدمه، عندي السونار وعندي رسم القلب وعندي كذا وعندي كذا. فمن هنا جت فكره بقى ان احنا يبقى لينا مأوى. اكيد. يعني ايه بقى يبقى لينا مأوى دكتور احنا عملنا ايه يعني؟ ما احنا كان نفسنا في العيادات بصراحه، لسه خريجين، الجيوب فاضيه والدنيا ما فيش خالص. ايوه. فسبحان الله يعني لما كان دكتور في الكلام انه واثق ان ربنا هيكرمنا، سبحان الله نلاقي ان فجاه كده جه قدامنا مستوصف كان في القاهره، صح؟ كان في حلوان او في القاهره، كان في العياط. في العياط. سبحان الله المستوصف ده فتحته جمعيه وقفل، ما كملش. وده من فضل ربنا، يعني ان ربنا كرمنا. احنا في مجلس اداره فيه اطباء كتير او كده، يمكن ده من احد اسباب ان ربنا اكرمنا في الموضوع يمشي. فسبحان الله. طب احنا ممكن ناخده، خدوا فرش المستوصف كامل. كل ساعتها بنحس انه تشوف دي احنا باحلام كبيره قوي. هنفتح مستوصف. لكن سبحان الله كانت الثقه في الله سبحانه وتعالى. كان دايما يقول لنا خزائنه ملأ. هتجيب منين؟ ما مش معانا. مولانا يتولانا، دي كلمه التشريع، مولانا يتولانا سبحانه وتعالى. بس سبحان الله فرشنا حتى ساعتها لما بدأنا كانت في فرع الجزيرة. المكان ده الحمد لله من الأوقاف، الإيجار برضو بالنسبة لنا على قد إمكانياتنا، وبدأنا وإحنا صغيرين. وسبحان الله يعني لو كده أنا سبحان الله كان مكان مبارك، يعني أحسبه كذلك، يعني فعلا إن فيه بركة وفيه قبول. كان أنا فاكر بالظبط إن إحنا كنا في 2011 الحمد لله، كان أول فرع لينا كان عيادات روح الحياة فرع الجزيرة. بس طبعا بقى دور دكتور احمد يحيى في عيادات روح الحياه فرع الجزيره بالذات، اللي هو بقى احنا دي عيادات لسه بنبدا من الصفر،
وزي ما حضرتك بتقول اغلب المجموعه اطباء لسه صغيرين، لسه مش اسماء معروفه ولا اسماء كبيره. مم. وكنا ساعتها انا فاكر احنا ربنا يبارك في حضراتكم في مجلس الاداره ساعتها، مم. خلينا سعر الكشف 15 جنيه. فالدكتور هياخد مثلا ممكن ياخد منه من 15 دي ممكن ياخد بتاع كام؟ خلاص بقى ما تطلعش الاسرار. بلاش نكمل الاخر. ازاي قدرت تقنع الاطباء يجي يروح الحياه في الوضع ده؟ ما هي سبحان الله قصة المركزية ومعنى الاحتساب، مم. ان انا احتسب اجر عند ربنا سبحانه وتعالى. مم. فسبحان الله ما كنا بنكلم الناس كان عندها اقبال ان ده باب خير. مم. يعني سبحان الله كان، واحنا حتى ربنا كرمنا، ولما المكان بدأ يبقى كويس احنا بفضل الله حريصين على الجودة من البداية، فحطينا اشتراطات للاطباء اللي هيجوا عندنا. مم. مش اي حد، لا احنا حد يكون متخصص وكذا وكذا وعارفين المؤهلات بتاعته. فلا اصبح المكان بفضل الله ليه سمعة كويسة. وانا ازعم ان الواحد بدأ في روح حياة صغيرة، الناس كانت بتيجي عيادة البطنة ما تعرفش احمد ولا فلان، لكن مع الوقت انا حتى بقولها والله ان الحمد لله يمكن اي شهرة او اي اسم يمكن ربنا جعل روح الحياة ليها دور فيه. يعني كحضرتك كطبيب، اه يعني من غير بقى حضرتك في مجلس اداره الجمعيه، انت حضرتك لا بتتكلم انا دلوقتي بتكلم عن كطبيب، انا دورك كتجربتي انا كطبيب. بدات الناس كانت بتيجي عياده البطنه، هي جايه عياده البطنه في روح الحياه واثقه في المكان، ما تعرفش لسه الدكتور ده مين. مم. مره في الثانيه في الثالثه بفضل الله الناس بتثق، بتشوف جوده الخدمه وجوده الكشف وجوده الجوده العلميه، وبفضل الله النتائج بتشهد. فالعيان يجي ويجيب قريب ويجيب فلان، وبفضل الله اعتقد ان اصبحت ما شاء الله يعني فروعنا في كل حته. اللهم لك وربنا الحمد. يكرمك شمال، حتى ملففني وراك المحافظه يعني. كنا بنفتح فرع. يعني ده دكتور احمد عايزين نقوم الفرع ده، دكتور احمد يجي أي. يدينا انا يوم انا انا بفضل يومين الله اذكر ان هناك. احنا نزلت فرع الواسطه وفي بيبا، وبعد كده في في هناسيا ناسيا. الحمد لله. فين بس ان مش شاء عايز، الله. انا قلقان من فرع موزمبيق يعني. مش لا عايز. لا، في القاهره، بس في القاهره ان شاء الله قريب في القاهره. يا رب يكرمك حبيبي. طب دكتور احمد، حضرتك فاكر موقف مع دكتور مثلا حضرتك كلمته عن روح الحياه، وشايف ان مثلا انت لما بتفتكر كده يا ممكن، هل كنت تتوقع ان هو يكمل معانا لحد بعد 12 سنه او 13 سنه؟ انا من اكتر الحاجات اللي ايه، ده مشكله الواحد بيتضغط جدا ويضطر طب هعتذر بقى لروح الحياه والغي روح الحياه ومش عارف ايه. اي. لا بس من الناس اللي ما انساهاش ربنا يحفظه ويبارك فيه استاذي الدكتور محمود فريد. اه، دكتور محمود ربنا يحفظه يعني ويبارك دكتور فيه. محمود فريد بيتميز ما شاء الله انه شاطر جدا وراجل علمي، ما شاء الله، ربنا اللهم يبارك بارك فيه، فيه. وعنده مهارات تواصل مع المرضى عاليه جدا. ما شاء الله، اللهم ده غير بارك. بقى ان كمان في ميزه، هو الدكتور بتاع مصر اللي ايوه. بيجي من القاهره. جاي من القاهره مخصوص فعلا. فربنا يحفظه، وهو ما شاء الله لا قوه الا بالله بنى لنفسه اسم في بني سويف عالي جدا. ولا انسى ان هو بيتعرض عليه كتير انه يفتح عياده خاصه في بني سويف، ويقدر انه يعمل عياده خاصه واتعرض عليه كمان يروح اماكن تانية منافسه، مم. وكل الناس فوق راسنا. بس هو كان يقول لي يا احمد انا اروح الحياه دي المكان اللي بحس اني بعمل فيه خير. سبحان الله. وهو سبحان الله ثباته واستمراره في روح الحياه بيكسفني انا. مم. فربنا يبارك له يا رب. انا برسل له فعلا دعوات وبين له فعلا دعوات المرضى. واحنا اصلا بقى من اكبر المشاكل اللي بتواجهني في روح الحياه ان حد يكلمني عشان نحجز عند دكتور يقول لي محمود. اتوسط عند استاذ مدحت عشان نشوف ميعاد عند الدكتور محمود فريد. بقول له انا ما اقدرش، انا ما بعرفش فعلا. وانا بقولها للناس من دلوقتي يا جماعه اللي شايفني انا ما بعرفش احجز مع الدكتور محمود فريد. فربنا يبارك له ما شاء الله، يعني يمكن حجزه شهور قدام ربنا يكرمه بس فعلا ثباته في روح الحياه وانه رافض انه يعمل مكان خاص يقدر انه يحقق منه بعد الاسم ده ارباح اعلى. فبصراحه بيخلي الواحد يحس ان هو صغير. وهو اكد لي على موضوع الاحتساب ده فعلا. هو كل شويه يقول لنا، انا كل شويه اقول انا عايز اعرف بس مين اللي زقني. الدكتور احمد يحيى قال لي هم ساعتين ولا ساعه هتشوف فيها كام مريض وتمشي، ومن ساعتها مش هطلع. اي اللهم بارك. يعني فسبحان الله فعلا الواحد بيشوف لا مهما الواحد انشغل ما ينفعش انا بأزعم او بيتقال ان انا من المؤسسين واجي اثر في المكان ده. دكتور احمد، بيبقى فيه بقى يعني خلال السنين دي اكيد في موقف اثر في دكتور احمد يحيى كطبيب في عيادات روح الحياه. والله انا سبحان الله من المواقف اللي دايما اذكرها ان تلاقي المريض يقول لك والله يا دكتور انا بقيت بدعي لك في كل صلاة فجر. دي من الله. اكتر الحاجات اللي بتاثر فيا. او يقول لي انا طلعت العمره وبعت لي انه مثلا بيدعي لي. والحمد لله ممكن تلاقي مثلا مريض لف على اساتذه في القاهره وهنا وهنا، ويجي في مكان روح الحياه اللي هو يعتبر مكان اقتصاديا بسيط وبفضل الله مشكلته تتحل. مم. فدي من الحاجات اللي الواحد ما ينساهاش. والحمد لله المكان ليه اثر كبير، ان فعلا الواحد الاحتساب بيفرق قوي مع الواحد. يعني مم. الواحد على فكره ممكن كتير قوي يلقط حاجات وهو ممكن ما دكتور ياخدش احمد، باله. طب هي حياه التطوع دي مش ممكن تبقى في مرحله، يعني في مرحله معينه، في وقت عندك وقت
او عندك مجهود شويه فممكن تتطوع. ما هي انما هل ينفع مثلا، يعني احنا شايفين نماذج ما شاء الله اللهم بارك، زي ما حضرتك قلت لنا دكتور محمود، زي حضرتك معانا دلوقتي مثلا، نماذج كتير جدا هم قادرين يعني سنين في التطوع. ازاي يبقى جزء من حياة الواحد بعد كده؟ هو لازم يبقى جزء، لان هي التطوع ده انا زي ما قلت فكره الاحتساب، انا بحتسب اجري عند ربنا. مم. انا اصلا شغال عشان اخد اجر عند ربنا، مم. وانما توفون اجوركم يوم القيامه، وده الاجر الحقيقي. مم. هو ده الاصل. فلو انا مش هتطوع ومش هبقى انسان كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس انفعهم للناس. مم. انفعهم للناس، ومن استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم، ده احب عمل الى الله. ماشي، احنا داخلين على رمضان وهنتكلم في الصيام، لا احب العمل الى الله برضه سرور تدخل. فالاعمال دي لا، ده اساس حياتنا، وخصوصا في ظروف الناس الاقتصاديه الفتره دي او كده. لو احنا ما استمرناش، لا احنا طب هنحاسب. يعني مثلا كان بتحصل معانا في مواقف كتير، ان مثلا ممكن دكتور مثلا نكلمه عشان يجي على الحياه وكده، فيقول لنا بص انا موجود كده في العياده، فانت ابعت لي مثلا العيانين اللي انت عايز تبعتهم وانا اكشف عليهم، انا ليه هاجي على الحياه؟ هي روح الحياه فيها ميزه، مم. ودي اللي بتخلي الواحد دايما حريص عليها. ان شعارنا دايما الايمان، العمران في خدمه الايمان. مم. هي القصه مش الطب بس، مم. سواء الطب او التعليم هو في خدمه الايمان. مم. بفضل عشان كده في معهد العلم والعمل والاكاديميه وبهجه والكلام ده كله، ان احنا حريصين في النهايه ان كل ده يكون خادم للايمان. مم. فدي نقطه انا مش هقدر اوفرها حتى في حياتي الخاصه. مم. ممكن اوصل رساله كلمه طيبه، لكن في النهايه فعلا المكان هنا الاصل فيه خدمه الايمان، وده اللي احنا شايفينه بفضل الله. تمام. وبرضه انا لما يعني انا هروح في حالات كتير اصلا ممكن تيجي روح الحياه، هي مش معاها تكشف، او يعني فلوسها على قدها جدا، بس هو عمره ما هيقول لحد ان انا محتاج كشف. ايوه الله يكرمك، في ناس كده. في ناس مم. يجي يقول لي يا دكتور انا اديلي سنتين ما بتابعش. اقول له طب وليه ومش عارف ايه؟ يقول لي اصل والله ما كانش معايا فلوس الكشف. مم. حد متعفف. ايوه ده كتير جدا، وده اه الاكتر. بالظبط. فبفضل الله روح الحياه فيها النقطه دي، ان اولا قيمه الكشف قليله، وغير ان هم ربنا يكرمهم بحارسينه في حالات مثلا الجمعيه بتكفلها، مم. ان لا ده ممكن يكشف مجانا، ده كذا. ده فضل ربنا ده مش هيتوفر في العياده الخاصه. مم. طيب يعني احنا دلوقتي في روح الحياه بنقدم الجوده العاليه في الكشف، لان زي ما حضرتك قلت لنا ان في قاعده او في اسس لتعيين الاطباء. يعني مثلا حضرتك مثلا لما بيجي حد يقدم، احنا بنعرضه على المدير الفني حضراتكم أيوة. في مجلس الاداره من الاطباء اللي على حسب التخصصات المختلفه. وحضرتك بتقول لنا مثلا ده الدكتور ده يعني مثلا بيبقى مخلص تقريبا الماجستير او الجزء الاول من أيوة. رساله الماجستير، ويكون ومتخصص في مشهود ليه تخصصه، بالكفاءه كمان. ومشهود له اه بالكفاءة. تمام. وفي ده نفس غير بقى الوقت جوده التجهيزات. اه. انا بس مش عايز اقول السر ده. يعني مم. انا مثلا ما كنت بفضل من الناس اللي اشتغلت سونار المفاصل في تخصصنا في الروماتيزم، ده فرق كتير. مم. الجهاز كان موجود في روح الحياه، وجهاز عالي جدا، مم. اشتغلت بيه مش عندي في عيادتي، مم. بس بتعالج شوف في العياده برضه. وحتى دلوقتي لما انا بشتغل الموضوع ده ربنا يبارك فيه، اخويا الدكتور اسامه حسين بيشتغل سونار المفاصل. تمام. هو ما شاء الله لسته في الجامعه طويله، وعنده قائمه انتظار كبيره، وبيشتغل في روح الحياه. فقصدي مثلا التجهيزات دي مش موجوده في العياده حتى. ما شاء الله اجهزه السونار، اجهزه رسم القلب، لا المستوى عالي جدا. حتة بقى اللي هو الحفاظ على آدمية الناس، يعني ان احنا نبقى عاملين مكان. كان دايما برضو لو حضرتك تفتكر بقى كنا بنتكلم زمان في اجتماعات مجلس الإدارة دايما في قصة ان احنا يعني نبقى عاملين خدمة يعني تحسس الناس بقيمتها. ايوه. يعني هو مش جاي ياخد خدمة مجانية، لا انا جاي بفلوسي، ايوه. بس قاعد مرتاح وقاعد باخد خدمة كويسة. لا، ومن الحاجات الكويسه ان مثلا ان الحالات اللي بتكفلها الجمعيه، اللي هو الكشف المجاني، اللي هو طبعا مش بياخد عليه مقابل، امم. يعني كانوا بيبقوا حريصين ما يقولوش للدكتور. ما نقولش دكتور مين اللي جاي يكشف مجاني اصلا. لان عشان احيانا ممكن ممكن الطبيب لا اراديا ان الكشف المجاني ده ممكن ما يهتمش بيه قوي زي الكشف لا، امم. فدي فعلا كان الواحد يخلص يقول على فكره كذا كذا، وكان في كشف او اتنين مجاني. امم. دي حاجه جميله، ان هو الانسان اللي معهوش كشف زيه زي اللي دفع. امم. فدي برضو من الحاجات اللي كنت بحس فيها قوي بادميه الانسان، وان هو فعلا الغني زي الفقير. مش معنى ان هو معاه فلوس قليله فياخد خدمه قليله. بس فدي بصراحه كان من الحاجات اللي كانت بتبهرني وبتعجبني، ان لا، ما غير مثلا انا في عيادتي ممكن حد ده المريض ده جاي مجاني مش فلا هو حتى عشان الحمد لله الواحد بفضل الله بيحرص انه عامل ده زي ده. بس قصدي ان حتى المريض نفسه ما يحسش ان حد بيمن عليه.
تمام. زيه زي اللي دافع زي اللي، فدي نقطه كانت جميله خالص. طيب برضه يا دكتور كان يعني دايما برضه كان بيكلمنا الاطباء كتير في قصه ان يعني حتى وان كان المقابل بيبقى قليل في روح الحياه، بس كان بيبقى فيه بركه طبعا. يعني. ما هي دي القاعده في الحياه، امم. ان البركه مش في 1+1=2. امم. لا، ممكن 1+1=10. صنائع المعروف تقي تقي مصارع مصر. السوء. هو اه. اصلا ممكن الواحد ما يحسش البركه دي في فلوس، ده ممكن ربنا بيصرف عنه شر، بيصرف صحيح. عنه سوء، بيمنع عنه بلوى كانت ممكن تحصل بسبب صنعه للمعروف اصلا. ايوه والله، كفايه دعوات الناس بس، دي نعمه عظيمه. سبحان الله. دكتور احمد، موقف لا تنساه في عيادة روح الحياه؟ المواقف كتيره بس بس اللي يفتكر. اللي افتكر، انا من الموقف الطريفه اللي حصلت، بس كان في رساله قويه ليا. احد المرضى دخل وكشف وبتاع، وبعد ما خلصت الكشف: يا دكتور انا عايز اقول لك على حاجه. قال لي انا داخل بقى اسمع بقى الدكتور احمد ومش عارف ايه، وكمان شفت دقنك طويله كده، فتوقعت انه كده بقى ولا تناقش ولا تجادل والكلام ده. أيوة. لقيتك بتضحك وبتهزر والكلام ده، انا ما صدقتش كده. ان شاء قلت الله. له والله العظيم احنا بني ادمين وحلوين وبنحب بنعرف نضحك. واتعلمنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: صلى تبسمك الله في عليه وجه اخيك وسلم. صدقه. صلى الله مش عليه احنا اللي وسلم. دايما اللي بيجيبوا الملتحي اللي هو 111 ومش رمضان عارف ايه جاي، وبتاع. رمضان اللي احنا في رمضان دلوقتي، انا ما اعرفش الحلقه اه. تتذاع امتى، بس يعني بيبقوا مكشرين فقلت له والله العظيم بنضحك وبنهزر وانبسط يعني. فكلمته نفسه وهو داخل خايف. هوبا مم. ده الحمد لله مثلا جه على عشان اسم روح الحياه واسم الدكتور ده في الجانب ده، بس هوبا ده طلع بدقن بقى والجماعه مدقون ومش عارف بس. لكن سبحان الله لما دخل وشاف ان هو دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما صلى الله راني عليه الرسول صلى الله وسلم. عليه وسلم لا تبسم في وجهي. احنا صلى قاعدين الله في عليه وسلم. البودكاست انت عمال تضحك. لا صحيح، هو ده الناس للاسف. عشان كده حته ان فعلا زي ما كنت حضرتك بتذكرني كده، ان فعلا ان الدين في الشارع مش في الجامع. مم. هم زي ما قلنا عايزين يحبسوا الدين في الجامع. لا، احنا بفضل الله إيه، اللهم لك الحمد. يعني حتى عندنا في الكليه من اكثر الناس حرصا على تعليم زملاء. هتلاقي مثلا اطبائنا اللي هم شغالين في مجال الدعوه والتعليم في روح الحياة، ربنا يحفظه، مثلا حد زي دكتور محمد مدحت ما شاء الله يعني. ربنا يحفظه ويبارك فيه. وهتلاقي مثلا دكتور شريف والدكتور فلان وهكذا. مم. فبفضل الله هتلاقي ان هم دول بيبقوا حريصين. فلا احنا متواجدين واحنا مش جايين كده مجامله، لا، لان ربنا امرنا بكده. وربنا امرنا ان نعلم، وان احنا نخدم، وان احنا نوصل. وانا جاي لك حتى لو انت بتاذيني، عشان هو ربنا امرني احتسابا للاجر عند الله. طيب دكتور احمد، احنا دلوقتي اللهم لك الحمد بعد 13 سنه بقى، وعندنا الحمد لله اكتر من 5 فروع، عندنا مستشفى للاطفال. وحضرتك كنت تتوقع في البدايه خالص ان احنا ممكن نبقى قاعدين نقول الكلام ده دلوقتي؟ لا بصراحه لا، يعني فضل ربنا. يعني احنا ما الواحد دايما بيبدا صغير، وما تلاقي ربنا بيفتح لك ابواب الخير، تلاقي عشمك في ربنا بيزيد، مم. ورجائك في ربنا بيزيد سبحانه وتعالى. هل دي ممكن ناخد منها رساله للشباب الصغير بقى اللي هو لسه متخرج من الكليات، ان هو يعرف يعمل حاجه كبيره اه طبعا. طبعا. حتى لو معهوش امكانيات؟ ما احنا زي ما كنا بنحكي كده ان نحلم بالحاجه، بس سبحان الله نحسب ان فريق البدايه، يعني الناس كانت صادقه ان مولانا يتولى. تلاقي ربنا بيبعت لك، يقول لك فرش كامل جه. تلاقي مم. سبحان الله ان ربنا كرمك، وان تلاقي يعني انا ما كنتش احلم في يوم من الايام ان احنا كروح قاعدين في استوديو زي كده في المستوى ده وبنصور وبنعمل. فضل ربنا كبير بفضل منك الله. البدايه وعليه التمام. وربنا يبارك في شباب التصوير والله صحيح. مم. فعلا. انت تبدا بس ومالكش دعوه. ايوه. اهم حاجه زي ما حضرتك قلت كده ان احنا نبقى بس ايه، اللي يبدا ده يبقى صادق. بس والحمد لله يعني ازعم ان الشباب بتوعنا في الحمد لله في تخصصاتهم الدقيقه احنا الحمد لله في روح الحياه في بني سويف بيجي لنا ناس من محافظه الجيزه، وبيجي لنا من المنيا، وبيجي لنا من الفيوم، ومن محافظات اخرى. بفضل الله في حالات كانت بتجي لنا من اسيوط. مم. يعني اذكر في حالات الحمد لله ما شاء الله، مبعوثه لنا اللهم بارك. بالاسم. مم. الحمد لله من اسيوط. والله انا بذكر اسماتنا بيننا وبينها كذا محافظه، ايوه. لكن يمكن الفيوم والمنيا وضواحي الجيزه دول قريبين منا، لكن بفضل الله كان بيجي لنا من اسيوط. طبعا اللي ما يعرفش يروح الحياه، هي روح الحياه في بني سويف. في بني محافظه بني سويف. سويف. آه. فالحمد لله، وخصوصا ان بني سويف مثلا تعتبر محافظه يعني اقاليم. مم. اغلب الناس بيروحوا القاهره، لكن بفضل الله بيجي لنا من المحافظات التانية. فده فضل ربنا علينا. يمكن يعني الواحد احنا بنقول لهم احلم وان شاء الله ربنا هيكرم. بس بس الحلم بقى، إيه الفرق بين الحلم ان انا بحلم بنظر و... وان انا احول الحلم ده لواقع؟ ورقه وقلم وخطط مم. مستعينا بالله. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. اعد العده وتوكل على الله. دكتور احمد، نصيحه
تقدمها لاطباء بقى بني سويف خاصه، ولسه ما نروح اماكن تانية ان شاء الله. إن شاء الله. ايه اللي يدفع الدكتور انه ينضم لفريق الاطباء في عيادات روح الحياه؟ لا، هي بفضل الله روح الحياه. يعني انا يعني من تعاملي معاهم من سنين يمكن انا بتعبهم من اكتر الدكاتره المتعبين شويه في منورنا دكتور احمد، التواصل. ربنا يبارك فيك. لا صحيح، فبفضل الله المكان على اعلى مستوى في التجهيزات وفي الاداره والسكرتاريه والحجز. وبفضل الله احنا كمان حريصين على توفير التخصصات الدقيقه. بالعكس انا اقول للدكاتره احنا بنحب نوفر التخصصات الدقيقه هنا، زي مثلا تخصص المناعه، تخصص الغدد، تخصص في الاطفال، في البطنات، في الجراحات. دي حاجه جميله. وهم ما شاء الله هنا شاطرين وواعيين في القصه دي. بالعكس احنا فاتحين ايدينا لكل الناس. وانا زي بقول والله روح الحياه كان وشها حلو عليا وعلى ناس كتير. فبالعكس احنا ندعوكم للانضمام لفريق روح الحياه. ووجود الاطباء معانا بالذات في التخصصات الدقيقه وغيرها، ده هيبقى اضافه قويه جدا. واحنا بفضل الله عز وجل اكيد اللي اتعامل مع روح الحياه هيحس بالفرق. تمام. دكتور احمد، شايف اخر حاجه بقى نختم بيها، شايف روح الحياه في المستقبل؟ ان شاء الله انا شايف روح الحياه هي روح الحياه باذن الله. ان شاء يعني الله. احنا املنا في ربنا ان احنا فعلا نبث الروح في الحياه، نبث الروح في الحياه بالعمران وبالايمان، بالطب وبالتعليم وبالوحي. ده اساس في رسالتنا. ان شاء الله نكون في كل مكان. وبالعكس باذن احنا الله. يبقى في، اتمنى يكون في نسخ كثيره باشكال كثيره وكده. احنا طموحنا ان احنا نوصل خير لكل الناس. جزاكم الله خير روح. دكتور احمد، ويعني شاكرين جدا لحضورك ووقتك اللي خدناه منك ذكرتنا يعني. بالذي مضى، ربنا يبارك فيك. الله يحفظك دكتور احمد. ويا رب يجعل ده في ميزان حسنات الجمعيه والقائمين عليها. وفرحان اني معاك. الله يحفظك ربنا دكتور يبارك احمد، فيك ربنا حبيبي. يبارك الله فيك. يكرمك حبيبي. وفي نهايه الحلقه بنقول لك عايزين القصه دي قصه تلهمك عشان تبدا تتطوع، عشان تبدا تحلم بالتطوع، عشان تبدا تحلم ان انت يبقى ليك اثر، ويبقى ليك اثر ان شاء الله، وتبقى معانا هنا في قصص ملهمه عشان نحكي قصه اثرك وقصه الهامك لغيرك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.